نحر الأضاحي في عيد الأضحى شعيرة دينية لمختلف الفئات والأطياف في المغرب. وفي رسالة من الملك محمد السادس إلى الشعب المغربي قال: نهيب بشعبنا العزيز إلى عدم القيام بشعيرة أضحية العيد لهذه السنة، وسنقوم إن شاء الله تعالى بذبح الأضحية نيابة عن شعبنا. إذن هذه السنة 2025 لا داعي لشراء الأضحية. سيدنا حي الحولي داك ارتاح درويش. إيوا دابا ديك الشناقة اللي كانوا كيوجدوا باش يطحنوا المغاربة ويبيعوا الحوالة بمليون وجوج مليون، نسيروا دابا علفوهم. قول بسم الله. انا عاود برد شنو راه الناس مساكن كانوا كيخموا كيفاش يديروا ومنين يجيبوا فلوس العيد. هذاك اللي كيقول انا ما عندي باش نعيد يمشي يخدم على راسو، واللي بغى يعيد ينوض يخدم على راسو، يمشي يخدم على راسو. حتى هاد العام راه ما كاين عيد وكل شناق يهز على قد قياسو. وديك اللي مشاو يشريو الحواله ويجيبوهم هزكم الماء. بيعوهم الجزائر. هاد القرار ديال الغاء عيد الاضحى كيخصنا حنا مغاربه، فدي اخبار تخص المغاربه، المفروض ان ما حدش يتدخل فيها، مو شغلنا حنا، ما دخل لنا. ولكن الجزائر دخلكم في هادشي من البارح وانتم كتهضروا على الاضحيه ديال العيد. وطبعا الجزائريين لقاوها فرصه وبداو كيقول لي راه تعطيل شعائر الله، راه لا يجوز الغاء شعيره من شعائر الله. ومن قال لك انها الغيت؟ ستقام صلاه الاضحى، عيد الاضحى، يعني ماشي ما كانش العيد برك ما يضحوش بالكباش، وسيضحي امير المؤمنين بالنيابه عن شعبه وعن رعيته. وحنا ما باغيينش ناكلوا اللحم. ودوا مكركم وبنيك الخون وبني نعجون. غير تيسمعوا الملك والمغرب تيجيو في التعاليق اكثر من المغاربه. تسمعوا عشاء الملك وتدخلوا تبقاو تناقصوا في التعاليق كالقروده. جايين هو مالكم ديروا فكركم اصاحبي. ورا المغرب هذا ما تنهضروش على زريبتكم، ديروا فكركم ما تنهضروش على زريبتكم. مالا قلعوكم عيد الاضحى خلاوكم غير عيد الصغير. العام اللي فتحنا بالجزائر علاش عيدوا الناس. انا نطلب من الشعب المقاطعه، ما نشروهمش هذا العام نورمال، نضربوا عام ما نشروش. اول مره تصرا في الجزائر هذه، بزاف من الاحياء رانا نشوفوهم خوتي ما عيدوش. كل حي سكني يلاه معيدين فيه ثلاثه. كيما راكم تشوفوا قدامكم هذا الحي خاوي صفر، تحسب ما كاش كاع اجواء تاع العيد. حنا المغرب الحمد لله واخا كتكون غير اسرع وكذا ما عمرش شفنا شي حي سكني معيدين فيه ثلاثه. اسوء عيد اضحى مر على الجزائر كان العام اللي فات، لدرجه انهم ولاو كيكريو خروف العيد. نكريهم 50 اللي ما عندوش خويا يكري خروف 50 يدخلوا للدار قدام الحومه، قال لي تلعب خويا ورجعوا المولاه. يتم ارجاعه يوم العيد بحجه انك ذاهب الى المذبح. الكباش ولاو يتكراو يا ناس. انتم كنتوا تعيدوا على الحمار، كنتوا تجيبوا حولي ديروا به تصويره وتردوها صاحبي. يعني من جايين تتهضروا على المغرب؟ يا ماما ما ولفيش نستوردوا الحمير. وانا اتعجب من مساله استيراد لحوم البغال والحمير، ما فهمناش عليها رايحين تستوردوا. راه تاكلوا غير الدحوشه، تاكلوا حاشاكم غير الحمير. فضيحه في الجزائر مسكوا مخزن بيسلخ لحم الحمير وبيبيعوا في السوق عشان خاطر شهر رمضان الكريم. في الجزائر مع اقتراب ايام رمضان الاخوان القوم في ولايه سطيف جايبين اكثر من 20 حمار مسلوخ مريقل باش يبيعوه الاخوان ديالنا في الجزائر. 20 حمارا مسلوخا كانت في طريقها إلى الأسواق لتباع على أنها لحوم حمراء صالحة للاستهلاك. وأنا نقول أغلبية الشعب حاشا الرجال على وذنيهم قاعدين غير يطوالوا، وجميع تضرب اللحم تاع الحمير ب150,000 للكيلو. شهية طيبة. تمر العام كامل نتوما دايرين الصف على مجزرة ديال اللحم الحامية. تخرج على الصف ناض. حنا ما تشدوش الطوابير، تنتخيلكم كانوا المغاربه تشدوا الطوابير وما عرفتش شنو درنا حنايا. وحنا راه العام كامل كاينين اللحم. حنا ما كناكلوش اللحم غير في العيد بحال شي وحدين. متى اخر مره اكلتوا لحمه؟ انا عندي 10 سنين ما كليتش اللحم، والراس تقلال هذا. الشعب الجزائري ياكل غير اللحم، ياكلوا غير في العيد. اللحم ما كليناش 10 سنين والراس تقلال هذا. واش فراسكم بلي نتوما ما تاكلوش اللحم ولا ما فراسكم؟ شو يعني لحمه؟ جايين تتحاسبونا حنا؟ من انتم اللي جايين تتهضروا على سيادكم؟ انهم الحمراء ولا بعرة كراغيلا ما عرفتش مالهم. حنا اللي ما غنعيدوش الكراغيلا هازين لينا نام. وزائد حنا الا كان الملك ديالنا لغى العيد هذا العام راه عارف علاش لغاه. راه الا عيدوا المغاربه هذا العام غادي نرهنوا البلاد للسيراد الخرفان لسنين طويله، لحقاش غينتهي القطيع في المغرب. فلانه كنستهلكوا اللحوم بزاف وكان الجفاف المده ديال 5 سنين قل العدد ديال الماشيه. بسبب الجفاف الحاد الذي تشهده المملكة للعام السابع على التوالي. فهمتوا دابا علاش؟ ودوها في سوق راسكم، ديوها في حياتكم، ديوها في مشاكلكم، ودوها في كركم. وهذه سنه ماشي فريضه. دابا كاين الفرائض
وعاد السنن. دابا غيقولوا لي نتوما اللي كتكتبوا في كومونتير اخوتي من الجزائر واش كتصليو؟ مع الاول كيفاش كنتوا تصلوا؟ عامين حنا نصلوا لاسبانيا الله يجعل ربي حجيتوا بيت الله. ربنا انصر الجزائر 1 2 3 فيفا الجيري في الحرم النبوي. الجيري ايه؟ كنت بندهش والسعوديين نفسهم وحتى الخليجيين الكل بقى يندهش. ايه ده؟ دولة السعودية تفرض شهادة السلام العقلية لكل مواطن جزائري متجه نحو العمرة، وهذا من بعد جريمة القتل اللي وقعت في مكة واللي كان سببها مواطن جزائري. وقعة يعني عجيبة، قتلت 2 في الحرم المكي. شرطة مدينة مكة المكرمة القتل قبض على معتمر من جنسية جزائرية تسبب في قتل معتمرين 2 آخرين من جنسية جزائرية. وزير الأوقاف واقف يقول لهم خطبة سياسية في الجزائر وعظمة الجزائر، ويا محمد الجزائر رجعت لي. يا محمد مبروك عليك، الجزائر رجعت ليك. ورجعوا من الحج على المطار ضربوا بعض في مطار الجزائر برضه وسبوا لبعض الرب. انا اللي كنتم نتوما هما المسلمين وكان تيتجلى فيكم الاسلام، انا ما عندي ما ندير به الا كان هو هذا الاسلام اللي فيكم نتوما. دابا انت ما كديرش الفرائض وجاي تناقش معايا انايا السنه المؤكده. المسلم هو من سلم الناس من لسانه وبطشه، اما اللي جرى على المغاربه في عيد الاضحى وكان الاضحيه ديالهم راه اكبر وض الحرام. واحده اسمها خالتي الزكراويه والله خلت العيد معلق، العيد خلوهم بالقوه يعني خلوهم بالقوه ويرمي في الشاحنه. واحد 200,000 اضحيه كلتوها ديال الناس وخرجتهم من ديورهم صباح العيد وليله العيد، الله يلعن لكم الوالدين. جايين تتهضروا على سيادكم اللي ما توصلوهمش، اللي ما تقدوش عليهم. ملك المغرب والمغاربه، ملك المغرب والمغاربه. بزاف عليكم حنا يلي فيكم